كم مرة سمعت إن الناس بتقول أنا ما بثقش في حد، بس المشكلة مش في الناس، المشكلة في الاختيار. لما تيجي تقرر إن أنت تستثمر في القطاع السكني أو في القطاع التجاري مع مطور ما عندوش سابقة أعمال، هنصح حضرتك ببعض النصايح، من ضمنهم نصيحتين للقطاع التجاري والإداري واتنين للسكني. المطورين اللي ما عندهمش سابقة أعمال، حضرتك لازم تتأكد إن هو عنده نسبة إنشاءات تخطط ال 30%. تاني حاجة إن أنت تسأل عليه إن هو ماشي في الأوراق القانونية والاوراق الخاصه بالتراخيص بشكل سليم جدا. ده فيما يخص القطاع السكني. في القطاع التجاري نفس الكلام برضو، لكن هنزود عليهم ان يكون جايب استشاري هندسي ليه سابقه اعمال في بناء او في تخطيط الاداري والتجاري مع مطورين قبل كده. والنقطة التانية ان هو يكون مسعر وعامل في حسابه التسعير الخاص بالانفليشن اللي بيحصل كل سنة، عشان تضمن ان هو ما يقدرش يعمل حاجات زي الايجار الالزامي ويتعثر في النص. فدي كانت 4 حاجات مهمة جدا، وتعرف بالطريقة دي ان حضرتك كده هتكون اخترت صح.